من النهارده مش هترمي قشر البطيخ تاني. طب عشان ايه يا كوتا؟ عشان خاطري. بعملها اول ما يجي الصيف ويطلع البطيخ. عملتها قبل كده معاكم وبهرتكم، ودلوقتي هنعملها مع بعض تاني لانها بصراحه يا جماعه مش طبيعيه، هتبهركم. انا مش هتكلم كتير، يلا بينا. قبل ما ابدا عايزه اشكركم كلكم يا حبايب قلبي ان انتوا خدتوا بالكم من ايدي، والحمد لله انها عدت على خير، وكل اللي سال عليا ربنا يخليكم ليا انتوا على راسي. يلا بينا. عايزين نشيل القشر الاخضر ده، هنقطع الاول وبعد كده نشيل. دي بالظبط الاحجام اللي احنا عايزينها. هنشيل كل الاخضر ده كده كده اهو، احنا عايزينها كده. ده بالظبط اللي احنا عايزينه. هنعملهم كلهم. بعد بقى ما جهزنا الكميه كلها بتاعتنا بالطريقه دي، تعالوا اوريكم هنعمل ايه. هنجيب بقى علبه بلاستيك كده جميله، نحط فيها كل الكميه اللي عملناها. كبيره العلبه على الكميه انا عارفه، بس ما عنديش غيرها. طب معلش بس لحظه، حد واخد باله من الماتشنج بتاع الساعه واللون؟ زيتي وزيتي عشان هيفرق معايا قوي التفاصيل دي. ها مفيش اسهل من كده. بعد ما حطيناهم بقى في العلبه، شويه سكر كده، نقلبهم كده مع بعض في السكر، ونسيبهم في التلاجة لمدة 4 ساعات. ايوه يلا بينا. بعد بقى 4 ساعات هنجيبهم. ما خسوش قوي للدرجه دي، انا دايما بعمل منها، فده اللي كان جاهز بعد 4 ساعات وقت تصوير الفيديو. ركزوا بقى هنا قوي، بصوا كده هتلاقوا ايه. شايفين الميه دي؟ هنجيب حله كده صغنونه قمر، الميه بكل حاجه، اهم حاجه الميه. ها وننزل بالكميه بتاعتي ونغليها لمده 10 دقايق. ده كمان هيطلع يجنن. ولحد ما تغلي وتجهز بقى، جهز الصينيه بتاعتي، ورق زبده، حته فويل. انا ما عنديش ورق زبده، هحط فويل. هنا الدنيا تمام وبتغلي زي الفل. بعد 10 دقايق بقى هننقلها الصينيه، بس بحاجه تكون مكرمه عشان تتصفى كويس. بصوا بقى شكلها تحفه ازاي يا جماعه قبل ما ندخلها الفرن. طب يا كنت في حل تاني نعمله غير ان احنا ندخلها الفرن؟ ايوه بسطتوا انتوا طبعا. لو عندكم اير فراير شغلوه، مفيش اوبشن تاني. وكمان لو عندكم اير فراير مش تاخد اصلا ربع ساعه، لكن في الفرن المفروض انها بتقعد ساعتين. ولكن انا عملت بقى تركايه ذكيه شويه اقول لكم عليها في الاخر، فان شاء الله تاخد اقل من كده. هقول لكم خدت معايا قد ايه بالظبط لما نخلص. قولوا لي انكم جاهزين تشوفوا النتيجه. يا جماعه انا خايفه اتحسد، والله خايفه اتحسد. انسوا بقى جو ان احنا نشتري الكاندي من بره والفواكه المجففه من بره، مفيش الكلام ده. انا جيت، يلا معايا، هبهركم هبهركم. انا مش هتكلم كتير، النتيجه هي بتتكلم يا جماعه. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ صدقوني بعد ما رميتها لميتها تاني عشان اوريها لكم. قلت لابد ان انتوا تشاركوني تجاربي الحلوه والوحشه، حتى لو معظمها وحشه، عشان ما فيش حاجه اصلا بتقعد ساعتين في الفرن. انا ما اعرفش مين جاب حوار ساعتين ده بجد يعني، امال لو ما عملتهاش قبل كده يعني. ما علينا، ده اللي حصل يا جماعه ودي النتيجه، وده يعلمنا ما نصدقش اي حاجه وما نمشيش ورا اي حاجه. ولكن انا مش هيأس طبعا ومصممه ابهركم، فتعالوا نجرب تاني. كلاكيت تاني مره، والحقيقه ان انا بحترم قوي فيا الاصرار. فيلا بينا وتعالوا نشوف النتيجه. ايوه حصل. انا مش عارفه ايه ده، ولكن احنا هنجرب. شغلت الفرن واخدت ساعه كامله علشان في الاخر يطلع 1 2 3 4 بتاع 8 وحدات من ده. الحقيقه يا جماعه في مثل مشهور كده بيقول مش عارف شر العبد باين ولا انا بقيت مصدقه فيه جدا. خلونا نجرب وما نتسرعش في الحكم. الشكل مش كل حاجه، حتى لو العين بتاكل قبل البق ما نقدرش ندخل في التفاصيل دي. شايفين القماشه؟ انا تقريبا قمشت قبل ما اكل واحده. الحقيقه ان انا كنت بقلقش في رغيف ناشف. يا جماعه انا بقالي ساعه في الفرن سايباها، ولعت الفرن تاني لدرجه ان امي كانت هتخسرني، مش راضيه تنشف اصلا. هي كاندي كراش. في حاجه غلط. انا عملتها قبل كده وبحبها، انا معرفش ليه المره دي مش جايه معايا. اللي جربها ونجحت معايا يقول لي. المفروض بيتحط عليها ملح ليمون بقى وسكر وبتبقى حوار تاني خالص. النهارده مش محظوظه ولازم تجربوها عشان مصممه ان انا ابهركم.